في الفيديو ده هنعمل الفايل مانجر اللي هو ده، وده بيقرأ الملفات اللي على الكمبيوتر عندي. ده عشان انا فاتحه على الكمبيوتر، ولكن لو فتحته على الموبايل هيقرأ ملفات الموبايل. اول حاجة انا بعمل MD توب اب بار وبعمل بوتون. لما بضغط على البوتون ده بيفتح لي الفايل مانجر ده من خلال اللايبراري اللي اسمها MD فايل مانجر، وبعمل كمان امبورت للتوست. هسيب لكم الاوامر دي في الديسكريبشن تحت. تعالوا نعمل ال MD توب اب بار والبوتون. هعمل اي متغير هسميه KV مثلا، وهكتب MD فلوت لاي اوت. الفلوت لاي اوت ده نوع من انواع اللاي اوت، ودي اللي بتساعدني او اللي بستخدمها يعني لتحريك العناصر عندي في الواجهه. يعني ده اللي هحرك بيه ال MD توب اب بار وهحرك بيه البوتون. في انواع تاني طبعا للاي اوت، انا بس بحب استخدم الفلوت لاي اوت. هعمل ال MD توب اب بار، فهكتب MD توب اب بار والتايتل بتاعه فايل مانجر، ده الاسم اللي مكتوب عليه. وبعدين هعمل elevation 10. الاليفيشن ده اللي هو الظل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. 10 دي درجة الظل، يعني ممكن اخليها اكتر من كده طبعا، بس 10 ده رقم مناسب. بعدين هكتب بوز اندرسكور هنت توب نقطتين فوق بعض 1. انا كده بحدد مكانه، بقول له انت في التوب. طيب مقاسك فين في التوب؟ بكتب 1، يعني اعلى حاجة في التوب. انا عندي هنا دي 0، وهنا مثلا نص، وهنا الواحد. ليفت اكشن ايتم منيو. المنيو دي الايقونة دي اسمها منيو، وبقول له ليفت اكشن ايتم، يعني دي هتبقى في الليفت في الشمال. تعالوا نعمل دلوقتي البوتون. انا هكتب MD راوند فلات ايكون بوتون. ده نوع من انواع البوتونز. التكست اللي عليه اللي هو اوبن مانجر، والايكون اللي عليه عبارة عن ايه؟ فولدر، اللي هي الفولدر دي. طب جبت منين اسم فولدر ده؟ بدخل على الموقع ده وببحث عن اي حاجة انا عايزها. انا هبحث عن فولدر، وهختار الايقونة اللي انا عايزها وبعمل كوبي للاسم بتاعها، وبروح للبرنامج وبعمل بيست. بوز اندرسكور هنت سنتر اكس نص سنتر واي 6/10. يعني بقول للبوتون انت مكانك في المكان ده عنده نص و6/10، يعني السنتر بتاعك في الاكس والسنتر بتاعك في الواي هيبقى عند النقطة 5/10 و6/10، يعني عند 50% من الاكس و60% من الواي. بعدين هقول له اون ريليز، يعني لما بضغط عليك هتعمل ايه؟ اب دوت فايل مانجر اوبن. فايل مانجر اوبن ده اسم الفانكشن اللي هينفذها، اللي هي الفانكشن دي اللي بتفتح لي الفايل مانجر. طيب الاوامر دي عشان اقراها وانفذها ده بيبقى من خلال البيلدر. الاوامر التكست دي بينفذها البيلدر، فهعمل امبورت للبيلدر، وبعدين هكتب builder دوت لود string KV، يعني اقرا لي ونفذ لي الكي في ده، وبعمل له ريتيرن عشان الفانكشن تشتغل معايا.